الفيديو ده مش هيجيب مشاهدات علشان هتكلم عن ناس نادرين شوية. في ناس ممكن تعمل الحرام وبأبسط الإمكانيات ومش هيكلفها أي مجهود، بس لحد الآن بيقتنعوا بحاجة اسمها حرام وحلال، وده اللي مخليهم واقفين ومش عاوزين يعملوا أي حاجة فيها حرمانية. عارف أنت الناس اللي هي لسه مهتمة بدينها دي، الناس اللي هي بيتعدوا على صوابع الإيد الواحدة دول لسه موجودين ولحد الآن لسه مش عايزين يعملوا الحرام، بس لحد الآن هم بيحترموا ربنا وبيحترموا نفسهم ومش عاوزين يعملوا حاجة وحشة. في واحد اتظلم من أبوه وشاف منه مواقف اصعب المواقف اللي ممكن تتخيلها، وابن غيره كان رفع قضيه حجر على ابوه او قاطع ابوه خالص ما بقاش يكلمه، خصوصا ان الاب ده فرق ما بينه وما بين اخواته، ودايما ما كانش بيقدر ابنه نفس التقدير اللي بيديه لاخواته التانيين. حتى اخواته مش بيبادلوه نفس الشعور اللي هو حاسه تجاههم، مش طيبين عليه زي ما هو طيب عليهم، ومش بيفرق معاهم في شيء، وانه مجرد بالنسبه لهم شخص عادي. وبيشوف من الام مواقف غريبه جدا هو لحد الان مش متخيلها وهو لحد الان مش مصدقها. بعد كل اللي شافه من اهله ده برضه لحد الان مش عايز يعاديهم، ولحد الان مش عارف يفقد صله الرحم بيهم، مش عارف يحكي للناس حتى على السوشيال مشاكله معاهم عامله ازاي. في واحد بيحب واحد صاحبه جدا، كل شويه يتدخل في عركات ومشاكل ويستهلك من طاقته ومهادرات ومناقشات كتيره جدا جدا جدا. الواحد ده مش كسبان اي حاجه من صاحبه غير بس انه بيحب صاحبه وعايز يشوفه في احسن حال، فبيتدخله في مشاكله وبيحلها له، وصاحبه ده طول الوقت مش مقدره، طول الوقت بيتعامل معاه عادي وكأنه واحد زي أي واحد بيمر عليه مرور الكرام. وفي واحد بيمر يوميا بمشاكل تفوق العقل والمنطق، وفي نفس الوقت مش عارف يتكلم في المشاكل دي مع اللي حواليه، لأنه لو حكى المواقف اللي بتحصل معاه دي هم مش بس هيقولوا عليه كذاب، ده هم هيقولوا عليه إنه اتجنن، لأن بالنسبة لهم مفيش مواقف زي كده بتحصل. لما تشوف ناس زي دول خليهم في حالهم، ما تكلمهمش، ما تبقاش أثر سلبي عليهم، هم فيهم اللي مكفيهم. يا تفضل في حياته وتكون سبب ايجابي ليه وتحاول تنصحه نصيحه مفيده او تحل مشاكله او تقدر طيبته من اللي حواليه، يا اما تخرس ابعد عن حياته، لانه حرفيا في اللي مكفيه. كان معاكم مؤمن الدين.